السلام عليكم متابعيني الكرام، اهلا وسهلا بيكم. معاكم سمر. النهارده عنوان الفيديو بتاعنا هفسر لكم المثل الشعبي اللي بيقول ده انت حماتك بتحبك. طبعا كلنا بنقعد نقول حماتك بتحبك، لا ده انت حماتك بتحبك، تعالى كل او تعالي كلي. حد يعرف ليه بنقول لبعض كده؟ لا طبعا، بس انا بقى هقول لكم. كان في زمان ست غنية جدا وعندها 5 بنات امارات، وعندها كمان بيت كبير، وكانت مجوزة ال5 بنات ومعيشة كل بنت مع جوزها وأولادها في دور من البيت ده. تمام. فكان نفسها جميل جدا في الأكل، ما أقولكوش بقى على جماله، كان حاجة كده شغل شيفات من الآخر يعني. والأكل بتاعها ريحته كانت بتقلب البيت كله، وكانت كمان بتجيب آخر الشارع وبتلم الجيران. فكان كل يوم بناتها وأحفادها ياكلوا عندها، إنما جوازها اللي هم جوازات بناتها ممنوع ياكلوا عندها، هم بناتها وأحفادها بس. إلا واحد من جوازات بناتها، الوحيد اللي كان عندها الكوم الكبير. فكانت دايما تقول لبنتها هاتي جوزك يا بنتي ياكل معانا. فطبعا من هنا كان عدايله يقولوا له ايوه يا عم يا بختك، حماتك بتحبك. واقول لكم اكيد الراجل ده يا عيني خد عين ومات محسود، والله الله يرحمه بقى مطرح ما راح.